والدي قرر يساعد بنت يتيمة كانت بنت صديق ليه وجابها تتدرب في الشركة، لكن أول جملة قالتها أول ما دخلت كانت صدمة للكل. قالت أنا موافقة أشتغل هنا بس يا أستاذ أدريان ما تحاولش تستغل الفرصة دي عشان تعاكسني وإياك تقع في حبي. في لحظة قاعة الاجتماعات كلها سكتت، المديرين بصوا لبعض باستغراب والموقف بقى محرج بشكل غريب، لكن أنا كنت هادي جدا لأن كنت عارف الحقيقة. فكاترين رجعت بالزمن زيي بالظبط. في حياتي السابقة والدي جاب كاترين للشركة ومن أول نظرة وقعت في حبها. كانت ذكية وطموحة وأنا وقتها عملت كل حاجة عشان أوصلها للقمة. علمتها الشغل بنفسي وفتحت لها كل الأبواب المقفولة وساعدتها تتدرج لحد ما بقت أصغر نائب رئيس في تاريخ الشركة. لكن أول لما وصلت للمنصب طعنتني في ظهري. اتحدت مع حبيبها القديم سيتان ورئيس الشركة المنافسة لينا، والاتنين مع بعض سرقوا الشركة اللي عيلت بنتها على مدار 3 أجيال. ولحد دلوقتي مش قادر انسى الليلة دي لما وقفت قدامي وقدام أهلي في قاعة الاجتماعات وأعلنت بكل برود إن شركتنا أفلست وبقت ملك ليهم. وقبل ما تمشي قالت في عالم البيزنس مفيش حب، في مصالح وبس. وعشان كده لما شفت نفس النظرة متكبرة في عينها دلوقتي كل اللي حسيت بيه كان اشمئزاز. ضحكت وقلت لها واضح ان الانسة كاترين مش عاجبها الشغل عندنا، يبقى نشوف حد غيرها وخلاص. فجأة وشها اتغير، لأول مرة اتوترت وقالت بسرعة لا لا انت فهمتني غلط. ابتسمت من جوايا، واضح انها ما كانتش متوقعة ان الامور هتمشي بالشكل ده. تاني يوم وانا نازل اروح الشركة بعربيتي كالمعتاد حاجة غريبة حصلت. كاترين دخلت العربية قبلي وبمجرد ما قعدت قالت لي انا قلت لك امبارح ما تفكرش تقرب مني. بصيت لها ثواني وانا مش مستوعب، ده عربيتي اصلا. ولما طلبت منها تنزل رفضت وكأن العربية بتاعتها، ولكن اول لما ركبت نزلت بنفسها وهي بصلي باستحقار كأن مجرد القعدة جنبي حاجة مستفزة بالنسبة لها. واخيرا قدرت اروح الشغل في هدوء، لكن مع نهاية اليوم شفت اشباح الماضي راجعين من جديد. الشخص اللي وصل كان سيتان، نفس الشخص اللي سرق شركتي في حياتي السابقة، وكان واقف جنب كاترين بكل اريحية كأنهم اصحاب من زمان. واحد منهم قال لها بجد انت محظوظة لسه متدربة وقدرت تدخلي مقر شركة لينغ الرئيسي. وواحد تاني قال لها بالمناسبة عيد سيتان الاسبوع الجاي ولازم تدخلينا النادي الخاص بتاع الشركة. كاترين رفضت وقالت لهم النادي مخصص لعملاء الشركة بس، ممنوع اي شخص من بره يدخل. ولكن اصحابها فضلوا يضغطوا عليها وقالوا لها هو السن غريب يعني، ده حبيبك اصلا. في اللحظة دي بدأت الاحظ نفس الاشخاص اللي دمروا حياتي زمان بيعيدوا اول خطوة من خطتهم من جديد. بس المرة دي انا مش الشخص الساذج اللي كانوا بيلعبوا بيه زمان. اصحاب سيتان فضلوا يضغطوا على كاترين وقالوا لها ما انت عايشة اصلا في قصر عيلة لينغ، اكيد تقدري تدخلينا النادي. كاترين حاولت تتهرب في البداية ولكنها قالت بكل ثقة هكلم العم لينغ غالبا الموضوع مش هيكون مشكلة. وانا كنت واقف بتفرج من بعيد وساعتها بدأت استوعب حاجة غريبة، ازاي زمان ما خدتش بالي قد ايه البنت دي منافقة عايشة في بيت عيلتنا ومستفيدة من مساعدتنا في كل حاجة، ومع كده تتكلم وكأن البيت بيتها هي. وفي اللحظة دي جت الفكرة، طلبت من والتر كبير الخدم يجيب لي تسجيلات الكاميرات عند مدخل الشركة ويحفظها كلها، فمن الواضح اني هحتاجها قريب. تاني يوم الصبح كنت بفطر مع والدي عادي وكاترين نزلت متأخرة كعادتها. والدي رحب بيها وقعدها معانا، وبعد شوية قالت له يا عم لينغ في عيد ميلاد لصديق ليا الاسبوع ده، ينفع نستخدم النادي الخاص بالشركة للحفلة؟ ولكن والدي رفض على طول وقال لها النادي ده مخصص لعملاء الشركة مش مكان للحفلات الخاصة. كاترين حاولت تقنعه اكتر من مرة ولكن الرد كان واحد، وقال لها لو وعدت اصحابك بالفعل يبقى تعتذري لهم وخلاص. اول ما سمعت الكلام ده قامت من على السفرة وهي متضايقة. والدي حاول ينصحها وقال لها ركزي في شغلك دلوقتي وابعدي عن مجموعة سيتان، ولكن ردت عليه وقالت له انا مقدرة مساعدتك ليا لكن ده ما بيديلكش الحق تتدخل في حياتي. فبصيت لوالدي وقلت له سيبها، كل واحد حر يختار طريقه. فبصيت له بغضب وقالت له انت كمان ما تتدخلش، مش عشان انت غني معناها انك احسن من غيرك. واضح انها لسه شايفه نفسها الضحيه. ساعتها قررت انهي النقاش وقلت لها بكل هدوء طالما مش عاجبك الوضع هنا استقيلي. كاترين اتفاجئت وقالت بسرعه انت ما عندكش حق تطردني. ولكن وقبل ما الموضوع يكبر والدي وقف الكلام وطلب مننا نروح الشغل. كاترين خرجت وهي مولعه من الغضب، اما انا فكنت بفكر في حاجه تانية تماما. في حياتي السابقه سيتان احتفل بعيد ميلاده في نفس النادي، وفي الليله دي انا سكرت وفقدت وعيي، وكاترين استغلت الفرصه وسرقت موبايلي ونقلت الاسهم، وبسبب اللي عملته ضاعت الشركه كلها. ولحد النهارده فاكر اخر حاجه سمعتها من سيتان وقتها. بص لكاترين وقال لها دي احسن هديه جت لي في حياتي. وقتها فهمت ان كل حاجه كان متخطط ليها، بس في الحياه دي الوضع مختلف تماما. بما ان عيد ميلاد سيتان قرب فالهديه اللي هياخدها المره دي عمره ما هينساها. وبعد اللي حصل قررت ابدا اول خطوه. كلمت والدي وقلت له في مشروع جديد بره البلد، جهزت لك الرحله وبقت كل الملفات على الايميل. والدي راجع الملفات ووافق على طول، وبالفعل حجز هو وعدد من المديرين للسفر في نهايه الاسبوع. بعدها على طول بدات ارمي الطعم الحقيقي. في طريق للشركه اتعمدت اقول قدام كاترين بالمناسبه والدي هيسافر اخر الاسبوع مع كبار المديرين. كنت عارف انها تنقل الخبر لستان اول ما تنزل من العربيه، ويوم السفر ادعيت ان بطني تعبانه وما قدرتش اروح معاهم. والدي قلق عليا ولكني طمنته وخليته يسافر زي ما كان مخطط. اول ما الطياره اقلعت ابتسمت لان المسرح كله بقى جاهز. كلمت اصحابي واتفقنا نتقابل على الغداء، واثناء ما كنا قاعدين فتحت كاميرات المراقبه من التليفون
التليفون. وكما توقعت بالظبط شلة ستان كانت جوه مكتبي بيفتحوا الادراج وبيصوروا الملفات وبيفتشوا في كل حاجه كأن المكان ملكهم. بعدها بدقايق والتر كلمني وقال لي ان اصحاب الانسه كاترين دخلوا مكتبك وبيفتشوا في الملفات، هل اوقفهم؟ ضحكت وقلت له لا خالص، سيبهم براحتهم لان ده بالظبط اللي كنت مستنيه. كل دقيقه كانوا بيقضوها جوه المكتب كانت دليل ضدهم. وبعد ما خلصنا الغداء اخدت اصحابي وطلعنا ناحيه الشركه. وقتها والتر بلغني ان رجال شركه هيل موجودين تحت، اما ستان وكاترين فكانوا جوه الاستراحه الخاصه بمكتبي. ابتسمت وانا ماشي ناحيتهم لان العرض الحقيقي لسه هيبدا. فتحت الباب فجاه ولقيت الاتنين لوحدهم جوه. اصحابي اتجمدوا من الصدمه وواحد قال ايه اللي جاب وريث شركه هيل المنافسه جوه شركتكم اصلا؟ والتاني اتسال ايه اللي بتعمله كاترين معاه؟ اما انا فطلعت موبايلي وبدات اصور بكل هدوء. ستان انفجر من الغضب وقال له اقفل التصوير ده حالا، ولكن ادريان ضحك وقال له غريبه، طلع عندكم فكره عن الخصوصيه اهو. وبعدين بص لكاترين وقال لها برافو، دخلت ناس من شركه منافسه لمكتبي وخليتهم يفتشوا في كل الملفات السريه، وطالما بتحب ستان بالشكل ده ما كنت اديتله اسهم الشركه على طول. ستان بص باستغراب وقال لحظه ايه الكلام ده؟ واضح انه كان سامع منها قصه مختلفه تماما، لانها كانت مفهمه ان عيله لينغ بتعاملها كانها بنتهم، وان الشركه كلها هتبقى تحت ادارتها في يوم من الايام. ولكن بدل ما ترد عليه لفت ناحيته واتهمتني وقالت لي انت رتبت كل ده عشان تجبرني ابقى معاك مش كده؟ لثواني فضلت باصص لها ومش مستوعب، وبعدين ضحكت وقلت لها هو انت فعلا مقتنع بالكلام ده؟ وساعتها عرفت ان غرورها لسه زي ما هو، وانها لحد دلوقتي مش فاهمه انها وقعت في الفخ بنفسها. بعد الفضيحه اللي حصلت كاترين حاولت تلحق ستان بسرعه وقالت له ما تصدقش اللي شفته، ادريان عمل كل ده عشان يفرق ما بيننا. ولكن المره دي ستان ما كانش ساذج، رتب هدومه وقال لها مشاكلك دي ما تخصنيش، وبعد كده سابها ومشي. والاول مره كاترين لقيت نفسها لوحدها، ولكن حتى بعد اللي حصل لسه غرورها ما اختفاش. بصيت له وقالت لي ما تفكرش ان الحركات دي هتفرق بيني وبين ستان، لو خيروني بينك وبين كلب ضال هختار الكلب. واحد من صحابي ضحك وقال لها هو انت مقتنعه اصلا ان في حد بيتنافس عليكي؟ وتان قال لها مش انت البنت اليتيمه اللي عيله لينغ استضافتها؟ الجميع اتفاجئ لان اغلب الناس كانوا فاكرين انها بنت غنيه جايه من الخارج. ولما الناس سالتنا عن قصتها شرحت الحقيقه ببساطه، ابوها كان صديق قديم لوالدي وانقذ حياته في يوم من الايام، ولما رجعت من الدراسه وما كانش عندها مكان تروح له والدي ساعتها وفتح لها باب الشركه. لكن واضح انها فهمت كل ده بطريقه مختلفه. كاترين اتعصبت وصرخت عليه انت كذاب، انت اللي كنت بتجري ورايا طول الوقت. اصحاب انفجروا من الضحك وواحد منهم قال لها واضح انك متابعه مسلسلات زياده عن اللزوم. وفي النهايه ما قدرتش تستحمل الاحراج وخرجت بره الشركه. ولكن بالنسبه لي اللي حصل ده كان مجرد البدايه، لان كل حاجه اخدتها من عيلتي كنت ناوي ارجعها جزء جزء. ولما والدي عرف تفاصيل اللي حصل اتصدم وما كانش مصدق ان بنت صاحبه القديم ممكن تعمل كده، تدخل ناس غربة للشركه وتخليهم يفتشوا في الملفات السريه. وفي الاخر اتخذ قراره وخلى كاترين تمشي نهائي. ويوم ما كانت بتسيب الشركه شافتني خارج من المصعد وبكل ثقه قالت لي دلوقتي بتطردني، ولكن بعد 3 شهور هترجع تندم، وساعتها حتى لو اترجيت نرجع مش هرجع. ابتسمت بس لان كنت عارف سر الثقه دي كلها. كان في مشروع حكومي ضخم داخل عليه مناقص قريب، وفي حياتي السابقه كاترين حققت منه شهره كبيره وخدت بسببه اول خطوه نحو النجاح. لكن في حاجه هي ما تعرفهاش، النجاح ده ما كانش بسببها، كان بسبب الشخص اللي كان بيدعمها من الخلف. وانا دلوقتي ناوي اغير كل حاجه، وعشان كده طلبت من والتر يحجز لي اسرع رحله، وكمان يدور لي على طالبه بتدرس اداره اعمال في جامعه وارتون. وبعد ايام قليله كنت قاعد قدامها، هي كانت مستغربه جدا وقالت لي وريث عيله مجموعه لينغ سافر نص العالم عشان يقابل طالبه لسه ما اتخرجتش. فقلت لها على طول لان عندي مشروع ضخم ومحتاج الشخص الصح اللي يقدر يشيله. وفي اللحظه دي بدا فصل جديد من اللعبه. اول ما قعدنا مع بعض قلت لها الحقيقه على طول، الشركه اللي اشتغلت فيها في حياتك السابقه مش هتديك حقك، عشان كده اسست شركه استثمار جديده وعايزك تكون جزء منها. فبصيت له بحذر وواضح انها فهمت المقصود من كلامه. بعدين سالته ايه اللي هتقدمه لي؟ فقال لها من غير تردد راس مال كافي وحريه كامله في اتخاذ القرار وفرصه عادله تثبتي بها نفسك، مفيش واسطه ولا اي مجاملات. وبعد لحظات من التفكير مدت ايديها وقالت له موافقه. ويوم المناقصه المنتظر جه اخيرا. انا وبيانكا وصلنا للمكان سوا، لكن اول ما نزلنا من العربيه سمعنا صوت خناقه عند المدخل، ولما قربنا لقيناها كاترين. كانت متعصبه لان اسمها اتشال من قائمه المرشحين. الموظفين حاولوا يشرحوا لها ان مؤهلاتها ببساطه اقل من المطلوب، ولكنها رفضت تصدق. واول لما شافتني انا وبيانكا فهمت ان في حاجه غلط. بصت لبيانكا واتهمتها انها سرقت مشروعها، لكن بيانكا ردت عليها وقالت لها بلاش تمثيل، احنا الاتنين عارفين الحقيقه. وساعتها كشفت السر. هي كمان رجعت بالزمن وقالت لها في حياتك السابقه لو ادريان ما كانش بيساعدك ما كنتش هتعدي اول مرحله اصلا. الكلام نزل على كاترين زي الصعقه، واخيرا فهمت اننا مش بس اللي رجعنا بالزمن، بيانكا هي كمان فاكره كل حاجه. كاترين فقدت اعصابها تماما ولاول مره بدات تتوسل بطريقه غير مباشره. بصيت له وقالت لي لسه قدامنا فرصه، اطرد بيانكا وانا هقف جنبك. ولكن بعد اللي عملته ما بقاش في اي كلام يتقال. مسكت بيانكا ومشينا للداخل وسيبناها تصرخ لوحدها. ولكن المفاجاه الحقيقيه جت بعدها بدقايق. ريان بعت لي الرابط ولما فتحته لقيت خبر متصدر الترند. العنوان كان وريث مجموعه لينغ بيتحرش بطالبه
تبقى يتيمه. وبكده كاترين لعبت اخر ورقه عندها، كتبت قصه مليانه انصاف حقيقي وانصاف كذب، صورت نفسها كضحيه ضعيفه ملاش حد يسندها، وفي المقابل رسمتني كاني الشرير. وفي الحقيقه ان الخطه دي كانت ذكيه، لان الراي العام بطبيعته بيتعاطف مع الضحيه، ولكن كاترين ارتكبت غلطه قاتله، غلطه هتدمر كل حاجه بنتها. في نفس الوقت مجلس اداره الشركه كان في حاله طوارئ، فريق العلاقات العامه اقترح ينزلوا بيان رسمي فورا، وفي ناس اقترحت حذف الخبر من الترند. لكن اول ما دخلت الاجتماع رفضت كل ده، وقلت لهم لو حذفنا الخبر الناس هتقول اننا بنستخدم نفوذنا لاسكاتها. اعضاء المجلس بصوا لي باستغراب، ووالدي سالني يبقى هنعمل ايه. ابتسمت بثقه لان كاترين كانت فاكره انها ظهرت كضحيه، لكن خلال 24 ساعه بس كنت ناوي اخلي العالم كله يشوف حقيقتها. والدي كان لسه قلقان من اللي بيحصل، وقال قدام مجلس الاداره انا واثق في ادريان، لكن سمعه الشركه مش لعبه، لو الامور خرجت عن السيطره هتدخل بنفسي. انا كنت واثق من نفسي لان كنت عارف ان كاترين اختارت اضعف سلاح ممكن. هي ما بقاش عندها اي نفوذ في عالم الاعمال، فاضل لها حاجه واحده بس، وهي انها تلعب دور الضحيه. لكن المشكله ان اي حد بيبني شهرته كلها على صوره مزيفه بيقع اول لما الصوره دي تنكسر. في الوقت ده الانترنت كان مولع، الناس كلها بتهاجم شركه لينغ، في ناس طلبت بمقاطعه الشركه وفي ناس تانية كانت بتشتم فيها شخصيا. اما انا فكنت مستني اللحظه المناسبه. كلمت ريان وقلت له انشر الفيديو. ريان ضحك وقال لي اخيرا. بيانكا استغربت وسالتني انت هتنشره دلوقتي؟ مش من الافضل نستنى لحد ما نجمع ادله اكتر؟ فقال لها لا، خليهم يغضبوا اكتر، كل ما الهجوم يزيد الرد هيكون اقوى. وبالفعل نزل اول فيديو، الفيديو اللي بيظهر كاترين وستان واصحابهم وهم داخلين الشركه وبيتحركوا بحريه، لكن ده كان مجرد البدايه. بعدها والتر جمع باقي الادله، كاميرات المراقبه، المصاعد، ممرات شركه هيل، وكمان تسجيلات الشركه اللي بتثبت كل تحركاتهم. كل حاجه كانت موثقه بالدقيقه. انا وبيانكا رتبنا كل الادله بالترتيب، من غير شتيمه، من غير اتهامات، مجرد حقائق وصور. ولما خلصنا رفضت نشرها وقلت لهم استنوا لحد الساعه 8 بالليل. بيانكا سالته ليه، فقلت لها لان ده وقت الذروه، ساعتها منشور كاترين هيكون وصل لاكبر عدد من الناس، ولما الحقيقه تنزل محدش هيقدر يتجاهلها. جيت الساعه 8 واول لما المنشور نزل ايدينا اتقلبت، الناس بدات تشوف الادله قدامها، كل صوره لها توقيت وكل ادعاء قدامه اثبات عكسه، ومع كل دقيقه كانت الحياه تنتشر اسرع. بعد شويه رين كلمني وهو شبه بيضحك من الصدمه، وقال لي انت دمرتها نهائي، الناس اللي كانت بتشتمك من ساعه دلوقتي بترجع تعتذر. لكن المفاجاه الاكبر كانت لسه جايه، ظهرت تسريبات جديده محادثات قديمه كاترين، وفيها كانت بتتكلم عن عيله لينغ باحتقار، وبتقول ان موارد الشركه كلها مجرد فرصه تستغلها، وان ادريان مجرد غني ساذج سهل التلاعب بيه، وان رئيس الشركه نفسه سهل خداعه. ولما الناس قارنت الكلام ده بالقصه اللي كانت بتحكيها عن نفسها كل حاجه انهارت في لحظه واحده. البنت اليتيمه المسكينه اللي كانت بتطلب تعاطف الناس اتحولت في نظر الجميع لشخص كان بيستغل كل حاجه حواليه من البدايه، وساعتها بس بدات تفهم ان الحرب دي انتهت قبل ما تبدا اصلا. ومع انتشار الادله الناس بدات تدقق اكتر في كلام كاترين، والمفاجاه كانت صدمه لان التواريخ اللي ادعت فيها ان كنت بديها ولاحقها اتضح انها في نفس الايام كانت خارجه مع ستان، صوره ورا صوره وتاريخ ورا تاريخ، لحد ما الموضوع الجديد تصدر الترند بعنوان كاترين صاحبه الوجهين. ضحكت وانا شايف النتيجه، فهي كانت بتحب الترندات قوي، يبقى خليها تستمتع بيها للاخر. تاني يوم والدي شاف اللي حصل واعترف ان الخطه نجحت، لكن في نفس الوقت حذرني من حاجه مهمه. قال لي انت المره دي عرفت تفلت لانك عندك ادله وكاميرات، لكن لو كان كلامك ضد كلامها بس هل كان في حد هيصدقك؟ الكلام ده خلاني افكر فعلا، لان الحقيقه احيانا لوحدها مش كافيه، لازم أن يكون عندك دليل يثبتها. بعدها سلم لي ملف كان انذار قانوني رسمي ضد كاترين، 3 تهم دفعه واحده، التشهير والاضرار بسمعه الشركه ومحاوله سرقه اثار تجاريه. بصيت لوالده وسالته مش ابوها انقذ حياتك زمان؟ سكت شويه وبعدين بص لصوره قديمه على مكتبه وقال انا مدل ابوها بحياتي، لكن هي مش ابوها، واللي عملته تجاوز اي حدود. وقتها فهمت ان الموضوع بالنسبه لوالدي انتهى ومبقاش في اي مجال للتسامح. وبينما الامور كانت بتتطور وصلت اخبار جديده، شركه هيل نفسها تخلت عن كاترين وتم الغاء تدريبها رسميا، اما ستان فنزل قرار عام وكانه ما يعرفهاش اصلا. وفي نفس الوقت الصحافه بدات تنبش في تاريخه، وطلع انه كان مرتبط بعشرات البنات قبل كده، موديلز ومؤثرات وبنات مجتمع وقائمه طويله جدا. والاغرب من كده انه حضر حفله عيد ميلاده بشكل طبيعي وكان معاه بنت جديده، وكأن كاترين عمرها ما كانت موجوده. ساعتها بس كاترين انهارت واتصلت بيا، اول ما رديت بدات تصرخ وتشتم وقالت لي انت عايز مني ايه بالظبط؟ انت دمرت حياتي كلها، خلاص هعتذر، هقول للناس ان الموضوع كله كان سوء فهم، بس خليهم يسحبوا القضيه. سمعتها للاخر وبعدين قلت لها انت فاكره الدنيا بتمشي على مزاجك، تشوهي سمعه الناس وقت ما تحبي وبعدين تمسحي كل حاجه بكلمه اعتذار؟ فبدات تهدده وتتوعد له انها مش هتسيبه، ولكنه قفل المكالمه من غير ما يسمع الباقي. في حياته السابقه وقف جنبها في كل خطوه وساعتها توصل للقمه، لكن اول ما ظهرت ستان باعت كل حاجه، خانت الناس اللي ساعدتها وخسرت نفسها في الطريق، وفي النهايه الشخص اللي ضحت بكل حاجه عشانه هو اول واحد رماها. كاترين لما لقيت كل الابواب اتقفلت في وشها راحت لستان بنفسها وقالت له وهي شبه منهاره انا خسرت كل حاجه، شركه لينغ طردتني والناس كلها بتكرهني وعندي قضايا مرفوعه ضدي، يا ريت تساعدني،
انا عملت كل ده عشانك، جبت لك ملفات لينغ السريه وخسرت علاقاتي بالجميع بسببك، فما ينفعش تسيبني دلوقتي. ولكن ستان كان عنده رد مختلف تماما، بص لها وقال لها بص للموضوع بعقل كويس، ادريان حفر لك حفره وانت نطيت فيها بنفسك، ناس دخلت شركته وفتشت في مكتبه وكل ده اتصور بالكاميرات. انت متخيله مساهمين شركه هيل شايفيني ازاي دلوقتي؟ كاترين اتصدمت وقالت له امال البيان اللي انت نزلته كان ايه؟ مجرد اصدقاء بعد كل اللي بينا؟ فقال لها دي كانت محاوله لانقاذ الموقف، لو ما قطعتش علاقتي بيكوا قدام الناس شركه هيل كلها كانت هتتسحب في الازمه. بس ده برضه مش معناه انك مالكيش فايده، بعد 3 شهور في مناقصه حكوميه ضخمه وشركه هيل لازم تكسبها، وانت قضيت سنين وسط عيله لينغ، اكيد عارفه طريقه شغلهم ونقاط قوتهم وضعفهم، ساعدنا نكسب المشروع ده وانا هعينك مديره مشروع براتب محترم. كاترين اتعلقت بالكلام على طول وقالت له بجد؟ فقال لها اكيد، انت اكتر واحده تعرف ادريان، وعلى راي المثل اعرف عدوك عمرك ما هتخسر. وبعد لحظات من التردد وافقت، وبكده رجع الاتنين يتعاونوا من جديد، فكل واحد فيهم محتاج التاني لمصلحته. وفي الناحيه التانيه انا وبيانكا كنا بنحضر للمناقصه من بدري، ودراسات المخاطر والبيانات اتفحصت بالتفصيل، لحد ما بيانكا قالت لي وصلت لي معلومه من جوه شركه هيل. كاترين انضمت للشركه رسميا وبقت مديره مشروع تحت اشراف ستام مباشره، فابتسمت بهدوء لان كنت متوقع ده من البدايه. كاترين ما بقاش عندها اي مكان تروحه غير شركه هيل، ولكن بيانكا كانت لسه قلقانه وقالت لي هي تعرف عنها حاجات كتير، طريقه شغلنا واسلوب التفاوض وعلاقات الشركه. فقال لها انا عارف، وعشان كده المره دي مش هديلها اي فرصه. وفي اللحظه دي وصلتني رساله جديده، واضح ان شركه هيل بدات تستعد للمواجهه. بيانكا ضحكت وقالت له واضح انهم ناويين يحاربوك للنهايه. فقال لها كاترين طول عمرها بتحب الكلام الكبير، المره ده هتشوف بنفسها معنى ان الفائز بياخد كل حاجه. في حياتي السابقه هي كسبت المشروع ده بفضل علاقاتي انا، ومن وقتها حياتها كلها اتغيرت. اما دلوقتي فحتى الوصول للمرحله الاخيره بقى صعب عليها، لكن في شخص تاني لسه مستنيه يظهر، شخص ممكن يقلب اللعبه كلها. بعدها والتر دخل المكتب وقال له لقيت الشخص اللي طلبت ندور عليه، فينيس كارتر العم الوحيد لكاترين. الف في الملف وهو بيتكلم بعد وفاه والدها، هو اقرب قريب ليها على الورق، سنين طويله هو بيتنقل بين شغلات مؤقته وقعدات القمار، حتى لما كانت كاترين بتعاني وهي بتدرس بره عمره ما سال عنها. ولكن اول لما سمع ان بنت اخوه مرتبطه بعيله لينغ عينه لمعت بالطمع، قفل الملف وهو مبتسم، فقريب جدا المشاكل الحقيقيه هتبدا. فاخيرا لقى نقطه ضعف جديده لكاترين. بعد كده كلم والتر وقال له هاتهولي هنا وقول له ان بنت اخوه محتاجه عمها العزيز. في اليوم اللي بعده والتر دخل ومعاه راجل هدومه بسيطه وشكله مر عليه زمن صعب. اول لما دخل عرف عن نفسه وقال له انا عم كاترين، ابوها مات بدري وانا اقرب حد ليها، سمعت انكم ساعدتوها ووفرتوا لها شغل ومكان تعيش فيه. ادرين قال له هي فعلا اشتغلت عندنا فتره ولكنها سابت الشركه. الراجل اتفاجئ وقال له سابتها؟ طب راحت فين؟ فقال له من الافضل تسال نفسك، مش انت عمها واقرب الناس ليها؟ الراجل اتعصب وقال له ازاي تسيبوها تمشي؟ دي بنت لوحدها وابوها وصانا عليها قبل ما يموت. ادرين اتظاهر انه مش فاهم حاجه وقال له دي اجراءات عاديه ما فيهاش مشكله، وبعدين كمل وكانه متردد بس على حد علمي هي مش بتدور على شغل اصلا، هي عايشه مع صاحبها. الراجل اول لما سمع الجمله دي وشه اتغير، صاحبها مين؟ انا عمها واي موضوع جواز او ارتباط لازم يعدي عليا. فعرفت وقتها انه طعم اتبلع بالكامل، وقال له لو تحب اوديك لمكانها ما عنديش مشكله. في الطريق كانوا رايحين لفيلا ضخمه على اطراف المدينه. ادريان نزل من العربيه خد عصايه جولف كانت موجوده هناك. الراجل ساله باستغراب هتعمل بيها ايه؟ فضحك وقال له الطريق ده مش مستوي، هبقى اسند عليها بس. اول ما دخلوا الفيلا الاصوات اللي طالعه من جوه كانت كافيه تشرح كل حاجه، وقبل ما يوصلوا العصايه وقعت من ايد ادريان، والمصادفه ان عم كاترين هو اللي شالها. ثواني بعدها فتح الباب ولما كاترين شافته اتجمدت مكانها، اما استنى لحقش حتى يستوعب اللي بيحصل. الراجل فقد اعصابه تماما وبدا يهاجمه. المشهد كله اتحول لفوضى وستان حاول يهرب اسرع ما عنده، جري ناحيه البلكونه ولكن الحظ ما كانش في صفه، وقع بعنف بعد ما اصطدم بالسور المتهالك وفجاه كل حاجه سكتت. عم كاترين استوعب المصيبه اللي حصلت وخاف وهرب من المكان، اما ستان فانتقل للمستشفى في حاله حرجه، وادريان كان واقف بره مستني الاخبار، مش عشان قلقان عليه لا، لكن لان اخر حاجه كان محتاجها هي يموت حد بسبب اللي حصل. بعد فتره الدكتور خرج وقال له قدرنا ننقذ حياته، ولكن اصابه العمود الفقري شديده جدا، للاسف بقى مشلول من النصف السفلي. بعد كده وهو خارج من المستشفى ما قدرش يمنع نفسه من التفكير في حياته السابقه، خسر كل حاجه بسبب ستان وكاترين، ولكن على الاقل نهايته كانت سريعه. اما ستان فواضح ان نصيبه المره دي اسوأ بكتير، وصدق او ما صدقش كان بيتمنى يعيش وقت اطول عشان يفضل فاكر كل يوم الثمن الحقيقي لافعاله. بعد الحادثه على طول ستان وصلت المستشفى، وكاترين كانت هناك هي كمان. اول ما شافوا بعض الجو انفجر. كاترين حاولت تبرر بسرعه وقالت لها والله ما ذنبي، اللي عمل كده كان عمي، لو عايزه تحاسبي حد حاسبيه هو. لكن ستان كانت خلاص فقدت اعصابها وقالت لها بغضب لولاكي ما كان عمك جه اصلا، ولولا المصايب اللي دخلتنا فيها ابني ما كانش حصل له كل ده. وبعدين قالت لها الجمله اللي صدمتها نهائي، من النهارده هتتجوزي ابني وهتفضلي تخدميه طول عمرك. كاترين اتجمدت مكانها وقالت لها مستحيل، انا لسه عندي شغل ومستقبل. ستان ضحكت بسخريه وقالت لها مستقبل ايه ومستقبل،
انت فاكر لسه في شركه محترمه هتشغلك بعد اللي حصل؟ وبعد كده قربت منها وقالت لها لو مش عاجبك الجواز ادفعي 30 مليون تعويض. كاترين اتصدمت اكتر، 30 مليون؟ هي وعمها مع بعض ما يكملوش جزء بسيط من الرقم ده. اما العم نفسه فكان اختفى من وقت الحادث كانه اتبخر. ادريان كان واقف بيتفرج على المشهد من بعيد، ووقتها حس ان الدنيا بدات ترد الديون لوحدها. في اليوم اللي بعده ام ستار راحت لشركه لينغ بنفسها، دخلت تعمل مشكله كبيره، كانت بتتهمهم انهم هم السبب في اللي حصل لابنها، وانهم السبب في دخول كاترين حياتهم من الاساس. ولكن والد ادريان ما ردش عليها ولا دخل في جدال معاها، سابها تتكلم ومشي. اما كاترين فكانت وصلت لمرحله اليأس، وفي الاخر اتصلت بادريان. اول ما رد عليها قالت له انا موافقه ابقى معاك، ساعدني بس ادفع التعويض وهسدهولك بعدين. ضحك من كلامها وقال لها وهتسديه منين بالظبط؟ هل يا ترى من شغل تاني ولا بخطه نصب جديده؟ بدات تنهار وبعدين قالت له انت لسه بتحبني؟ كل اللي بتعمله ده عشان تلفت انتباهي. وقتها فعلا حسيت اني مش قادر افهم طريقه تفكيرها بعد كل اللي حصل، لسه مقتنع ان المشكله كانت قصه حب. بعد كده قالت له احنا الاتنين اتولدنا من جديد، يبقى المفروض نتعاون وننسى الماضي ونبدا من اول وجديد. سكت ثواني وبعد كده قال لها من اول وجديد؟ انت ناسي اللي انت عملتيه. كاترين حاولت تدافع عن نفسها وقالت له كل اللي حصل كان بسبب ستان، خلينا نعتبر اللي فات انتهى، احنا لسه عايشين دلوقتي فليه ما ننساش كل حاجه. فقال لها في حاجات ممكن تتسامحي فيها وفي حاجات عمرها ما بتتسامح. ساعتها اخيرا ادركت ان الطريق اللي كانت متخيله انها ترجع منه اتقفل للابد. الديون اللي عليك اللي قالت لونغ مش هتتمسح بجمله خلينا نبدا من جديد. بعد كده جه يوم التقديم النهائي للمشروع. انا وبيانكا كنا داخلين اهم معركه لينا. بصراحه كنت متوتر شويه، ولكن بيانكا ابتسمت وقالت لي ما تقلقش، في حياتك القديمه كاترين سبقتني مش عشان كانت اشطر مني، لكن عشان كان وراها دعم وعلاقات شركه لينغ، ودلوقتي مفيش حاجه من دي. وبالفعل اول ما اللجنه راجعت المشروع عرض بيانكا اخذ اعجاب الكل، وكان واضح ان الفوز قريب. ولكن فجاه كاترين قامت من مكانها وقالت لهم قبل ما العرض يبدا عندي مستندات اضافيه لازم ان اللجنه تشوفها. المستندات دي بتثبت وجود مخالفات من شركه لينغ اثناء المناقصه. واحد من اعضاء اللجنه سالها هل انت متاكده ان الادله دي قانونيه؟ فردت عليه اكيد، التسجيلات كلها متاخده بشكل قانوني. ادريان خد الملف من ايدها وبص فيه وبعد كده ضحك. الغريب ان الادله دي حقيقيه فعلا، بس انت نسيت جزء مهم جدا. انا بعد ما رشحت بيانكا لرئيسه اللجنه قلت بوضوح ان كل حاجه لازم تمشي حسب قواعد التقييم، ولما قلت ان كل حاجه جاهزه كنت بقصد ان شهادتها وخبرتها ومستنداتها كلها اتقدمت بالكامل. بعد كده طلع النسخه الكامله من التسجيلات، وفي ثواني الحقيقه ظهرت. كاترين كانت قاطعه اجزاء من الكلام عشان تغير معناه. واحد من اعضاء اللجنه قال وهو بيقفل الملف واضح ان التسجيل تم التلاعب بيه. ساعتها كاترين اتفاجئت وقالت ان ده مستحيل، ازاي كنت مجهز لكل ده؟ ابتسمت وقلت لها من يوم ما سبت شركه لينغ فاكره ان ما كنتش عارف انك رحت لشركه هيل، او ان ستان كان مستهدف شركتنا، او ان ما توقعتش انك تعملي نفس الحركه القديمه. ساعتها القاعه كلها سكتت، اما كاترين فكانت واقفه مصدومه. فكمل وقال لها في حياتنا القديمه سرقت ملفات الشركه بنفس الطريقه وساعدت ستان يكسب المشروع، ولكن المره دي هل كنت فاكره انه واقع في نفس الفخ مرتين؟ بعد ما قدمت كاترين ادله متفبركه ومقصوصه عشان تشوه نزاهه المناقصه، رئيس اللجنه اعلن قراره بناء على القواعد تم استبعاد مجموعه هيل من المناقصه. ساعتها ستان اللي بقى مشلول من نصه التحتاني ما كانش قدامه غير انه ينسحب وسط نظرات الاحراج. كاترين بصت لادريان بكل حقد ولكنه اتجاهلها تماما واشار لبيانكا تكمل العرض النهائي. وفي النهايه بيانكا قادت مجموعه لينغ للفوز بالمناقصه بفارق ساحق. ادريان بص لكاترين وقال في نفسه في حياتك السابقه كسبت المشروع ده بفضل علاقاته ونفوذي، ولكن المره دي مفيش واسطه ولا صفقات من تحت الترابيزه، الكفاءه هي اللي بتتكلم، وده معنى الفوز الحقيقي وشكل عالم الاعمال لما يبقى عادل. بعد فتره كاترين لقت طريقه تحاول تسدد بها ديونها. انسه كاترين انا سمعت انك كنت شغاله في شركه لينغ، شركه ضخمه زي دي، ازاي وصلت للحاله دي؟ فابتسمت وقالت له خلينا ننسى الماضي ونركز في المشروع اللي كلمتنا عنه. الراجل ضحك بخبث وقال لها المشروع سهل جدا، بس الجمال لوحده مش كفايه، لازم تعرفي ازاي ترضي الناس الصح. كاترين اضطرت تشرب الكاس اللي قدامها، ولكن بعد شويه ما قدرتش تستحمل وخرجت بسرعه. وهي بتحاول تهدى لمحيتنا انا وبيانكا خارجين من غرفه خاصه مقابله ليهم، فصرخت علينا انتوا بتراقبوني. بيانكا ردت عليها وقالت لها بجد انت محتاجه دكتور نفسي. رمت شنطتها علينا وهي بتصرخ كله بسببك انت، سرقت مشروعي وسرقت حياتي. الناس بدات تبص ناحيه الصوت. واحد من اللي موجودين لمح بيانكا وقلب انبهار، هي دي بيانكا فعلا؟ احنا بنقرا دراساتك في الشركه، ممكن صوره لو سمحتي؟ في ثواني الناس كلها اتجمعت حوالين بيانكا وبقت محور الاهتمام. اما كاترين فكانت واقفه لوحدها، افتكرت حياتها السابقه، افتكرت الشهره والمكانه والنجاح، وقتها اتعصبت اكتر. يعني ايه يعني؟ هي عملت كام مشروع وخلاص كانها الوحيده الناجحه في الدنيا، ولكن محدش كان مهتم يسمعها حتى. واحد من اللي موجودين سال مين المجنونه دي؟ الكلمه نزلت عليها زي الصعقه، فقدت اعصابها تماما. انا اسطوره عالم الاعمال، انتوا مجرد كمامه. وفي وسط الفوضى حد زقها فوقعت على الارض. بصت حواليها للناس اللي كانت بتحلم يوم تكون وسطهم واللي دلوقتي بقوا مش شايفينها اصلا، وساعتها حست انها خسرت كل حاجه. بعد مده
كده ادريان كان موجود في دار رعايه خاصه. الموظف اول لما شافه ابتسم وقال له اهلا بك يا استاذ ادريان، جاي تزور الاستاذ سيتان تاني، حالته مستقره مؤخرا وده بفضل الرعايه اللي حضرتك بتدفع تكلفتها. اول لما الباب اتفتح راحه كارهه خرجت. سيتان كان مرمي على السرير دقنه طويله وحالته متدمره بالكامل، وما بقاش في اي اثر للشاب المتكبر اللي كان زمان. المشرف اعتذر بسرعه وقال له احنا اسفين، اليومين اللي فاتوا كان عندنا ضغط شغل وما لحقناش نهتم بيه كويس. ادريان ابتسم وقال له عادي، انا عارف ان الشغل عندكم مش سهل. بص لسانه وكانت في عينه جمله واحده بس، الموت كان هيبقى ارحم بكتير من النهايه دي. في سر كنت بضحك لان كنت عارف ان دار الرعايه دي بتاخد الفلوس وبس، وان اقصى ضمان عندها ان المريض يفضل عايش مش انه يعيش مرتاح. وفي جناح تاني من المستشفى كانت كاترين راقده على السرير. الدكتور قال له بعد ما رجع بلاتها عاشت لوحدها تماما، مفيش شغل مفيش اهل مفيش حد يسال عنها، ولما مرضت ما كانش في حد يرعاها. وللاسف لما وصلت المستشفى كان المرض في حاله متاخره جدا وحياتها ما فاضلش في وقت كتير. وقف قدام باب غرفتها لحظات وبعدها بص على اهل المره الاخيره في حياتنا السابقه. وقفت قدام مجلس اداره لينغ واهلي واعلنت افلاس الشركه وكانك بتقري وصيه ميت. وقتها قلت في عالم الاعمال مفيش حب، في مصالح وبس. ودلوقتي المصالح انتهى والحب اختفى وكل اللي فاضل اوضه المستشفى فاضيه. وبعد شهر اقيم حفل رائده الاعمال للسنه. القاعه كانت مليانه باكبر الشخصيات في عالم البيزنس. المذيع اعلن بصوت حماسي خلينا ندعو الفائزه بلقب قائده الاعمال للعام ده. بيانكا طلعت على المسرح وشجرت لجنه التحكيم وفريقها، ولكن في شخص واحد لازم نشكره بشكل خاص. نزلت قدام ادريان اللي مش فاهم حاجه وقالت له تتجوزني.